اليوم حساوي أطيب عجينة كريب وخبز صاج اللي هو تبع الشاورما والبطاطا والفلافل السورية. خليكم معي. هون كيس ملح. هلا بنحط سطلين مي. هلا من بعد ما حطيت كيس ملح وسطلين مي يا حبايب قلبي بدي احط 40 كيلو طحين وبعدين اعجنه. خليكم معي. فتحنا كيس الطحين ومنفضي بقى بالعجانة. من بعد ما حطينا 40 كيلو طحين بندور العجانة وبنعجن العجينات يا جماعة الخير. شوفوا العجينة عندي ما بدها تكون لا طرية ولا قاسية، بدها تكون نص نص، يعني بتكون حلاوة لا طرية ولا قاسية، بدها تكون نص نص عشان تعطيني جودة كتير منيحة. العجانة حبايب قلبي مدة العجين طبعا بدها تكون بين 10 دقايق وربع ساعة، معكم تلت ساعة بالكثير يعني. العجينة عندي أنا بعجنها ب10 دقايق، لأنه طبعا أنا عندي عجانة ما تكون عم تعجن على إيدها بدها ربع ساعة تلت ساعة. قربت طبعا تخلص عندي العجينة بعد 10 دقايق حبايب قلبي. طبعا مثل ما يكون شايفين العجينة عندي جاهزة. شوفوا لي ما شاء الله على النعومة، شايفين حبايب قلبي؟ هلا عم بستنى العجينة لحتى تريح لحتى اقطعها وفرجيكم كيف بقطعها. طبعا انا مثل ما قلت لكم عاجن 40 كيلو طحين وحاطط سطلين مي وكيس ملح. وهلا طبعا بقى رح بلش بتقريصهم بتقطيعهم. طبعا هن لازم يطلعوا معي 600 قطعة بالضبط، لان انا حاطط العيارات بالضبط، لازم يطلعوا معي 600 قطعة. هلا بقى رح نقرصهم وحفرجيكم شلون بدي اقطع. ناخذ شوية طحين بنسم الطرحة، بنسمها كتير منيح. بنسمي بالله حبايب قلبي ونبلش بقى تقاريص. طبعا شوفوا الطوب، طبعا هذا نحن عندنا بمصلحتنا بنسميه طوب. طبعا باشر هلا عند هي الطاولة 50 59 قطعة. طبعا هلا بدي اقرص بقى 50 قطعة. مثل ما تكونوا شايفين القطعة تبعي 115 جرام. هتقولي لي كيف حتعرف يا فراس؟ طبعا انا ابن مصلحة ومعير إلي طبعا وصار لي سنين في المصلحة، فشي طبيعي إني أقرص القطعة بين 110 وبين 115 جرام. طبعا هي لازم تكون قطعتي أنا 110 جرام و115 جرام. شغلنا كلياته يدوي، شايفين؟ شغلنا كله يدوي. طبعا أنا 600 رغيف بياخدوا معي تقريص شغلة تلت ساعة. طيب قلبي انا خلصت تقطيع 600 رغيف، وهلا بقى رح نبلش لحتى نخبز الخبزات. رح اترككم مع الفيديو شوي لحتى افرجيكم التقطيعات اللي انا قطعتها. ولكل حدا عم بيشاهدني لاول مره لا تنسوا تدعمني بلايك وشير وسبسكرايب حتى يوصلكم اي شيء بنزله جديد. بتمنى انكم تقدروا هذا الفيديو لاني انا طبعا عم ضحي كثير. الجوال الله وكيلكم صار مليان طحين، بس ما في مشكله، اهم شيء اعطيكم تفاصيل الشغل وفرجيكم شغلي ومصلحتي اللي انا عم بشتغل فيها. كل الحب والاحترام لاحلى متابعين، ويلا لحتى فرجيكم العجينات اللي انا قطعتهم. Say what you wanna say to me now. I wanna wake up with you in the morning. Show me there's nothing fake to me now. I wanna wake up with you in the morning. Say what you wanna say to me now. I wanna wake up with you in the morning. Show me there's nothing fake to me now. I wanna wake up with you in the morning. Turn this room, turn it to an ocean. Let me float around. Eyes closed, like we're dreaming even when we're not. You and me got a whole other meaning, I don't know how. You and me just know how it feels when you're falling in love. Say what you wanna say to me now. I wanna wake up with you in the morning. Show me there's nothing fake to me now. I wanna wake up with you in the morning. Say what you wanna say to me now. I wanna wake up with you in the morning. Show me there's nothing fake to me now. I wanna wake up with you in the morning. We can
يا جدعان اخويا ابراهيم صنايعي مصر. حصل انا صنايعي مصر اللي هو بيتكلم عليه. رن عليا قال لي خلاص هاجي لك عشان تعمل لي جبنه رومي. ما حصلش الحوار ده، ما حصلش. كنت شغلت معايا. ما حصلش. بسم الله ما شاء الله. شوفوا العيش خلصنا ازاي. معانا اخويا غياث اهو هيعمل عيش. شوفوا بسم الله ما شاء الله. طبعا دلوقتي يا جدعان انا اختبرها لكم. اطلع ده شويه. شوفوا حاطط كيس عشان البنطلون ما يتوسخش. ايه رايكم؟ طبعا دلوقتي بقى هنختمها في احلى سندوتش جبنه رومي ولا بالراحه يا اسطى، في 4 يا جدعان. الواد ده مفتري يا جدعان، اصل انا اللي شاريها على حسابي، فاهمين؟ فانا لما بكون شاريها على حسابي هو بيعمل كده فيا. حسبي الله ونعم الوكيل. ده بتاعك يعني عشان انت بوظته. جبنه قديمه ولا جديده؟ قديم. شوفوا الجبنه عشان ازاي. الهرد بقى بتاع الجبنه الرومي. يا حبايب قلبي بكون وصلت لاخر مقطع من الفيديو. ان شاء الله رب تكون الفكرة تبع اليوم والفيديو يكون عجبكم. ويا جماعة الخير اي حدا لازم يشتغل بمصلحته، الشغل مو عيب. انا حبيت انه اليوم صور لكم مصلحتي وصور لكم الفرن الخبز اللي انا فاتحه طبعا عم بشتغل فيه وعم بسترزق منه الحمد لله بفضل الله وعايشين. الواحد مو لازم يعني يستحي من حاله، الشغل مو عيب، الشغل والله مو عيب. فانا حبيت اليوم اعطيكم فكرة صغيرة عن مصلحتي وشغلي، وان شاء الله رب يكون عجبكم الفيديو. كان معكم اخوكم فراس، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل حب والاحترام لكم يا احلى عالم، وباي باي.